إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع حل محافظة الإسكندرية. يا رب تبقى مراجعة نافعة ومفيدة للجميع بإذن الله. لو عجبتك المراجعة اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. أول سؤال في محافظة الإسكندرية السنة اللي فاتت كان سؤال خريطة للأمريكتين. اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليه. 1 البحر الموجود هنا. قولوا معايا يا شباب يلا. أيوة، فعلا البحر الكاريبي. رقم 2 الهضبة اللي موجودة في المكان ده. اللي موجودة في شرق أمريكا الجنوبية. أيوة، برافو عليكم، هضبة البرازيل. طيب 3 الغابات اللي موجودة في المكان ده. احنا عارفين ان موجود في المكان ده الإقليم اللورنسي. طب يبقى الغابات اللي موجودة فيه كغابات ايه؟ أيوة، غابات مخروطية. طب رقم 4 سهول نهر. النهر موجود في المكان ده، اللي موجود في أمريكا الشمالية اللي بيصب في خليج المكسيك. أيوة، برافو عليكم، سهول نهر المسيسيبي. السؤال رقم ب بما تفسر نسبة المتعلمين في مصر آخذة في الارتفاع. إجابة السؤال ده سهل جدا، هنقول بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة، وجهود الدولة في مجالات محو الأمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. بما تفسر تعرف هضبة التبت بسقف العالم. ده سؤال سهل جدا، إجابته طبعا بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. السؤال اللي بعده بما تفسر نشأة السلالات البشرية المختلفة. ده برضو سؤال سهل، هنقول لانتشار الإنسان في قارات العالم المختلفة، ومع استقراره في هذه البيئات بدأ يتأثر بها ويؤثر فيها في أواخر عصر البلايستوسين، ومن هنا ظهرت السلالات. طب بما تفسر دولة كينيا وأوغندا من مناطق التركز السكاني مع إن هم موجودين في المنطقة المدارية. أيوة، برافو عليكم، بسبب اعتدال المناخ لارتفاع السطح. السؤال اللي بعده كان سؤال اختر. يحد أوروبا من الشمال المحيط. أيوة، المحيط القطبي الشمالي. يقع في نفس عروض إقليم البحر المتوسط شرق القارات. موجود في نفس عروض إقليم البحر المتوسط، بس موجود في شرق القارات بين دائرتي عرض 30 و 45 شمال وجنوب دائرة الاستواء. أيوة، برافو عليكم، صح، الإقليم الصيني. 3 تعتبر من الهضاب ذات الأهمية لمصر. هضبة مهمة جدا جدا بالنسبة لمصر، لأن هي منابع لنهر النيل. أيوة، برافو عليكم، هضبة الحبشة. 4 تعرف جبال الألب في شمال أسبانيا باسم. أيوة، والله ممتازين، فعلا جبال البرانس. السؤال الثاني سؤال صوب ما تحته خط. أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان جزيرة. لأنها ذات تربة جيدة. أيوة، برافو عليكم، جزيرة جاوة. 2 تنمو أشجار جوز الهند في إقليم المناخ. أيوة، الموسمي، برافو عليكم. يوجد أكبر بحر مغلق في العالم بقارة. أكبر بحر مغلق اللي هو قزوين. أيوة، فعلا في قارة آسيا. يقل عدد السكان في دول البرزخ الأمريكي مثل دولتي. أيوة، دولة هندوراس وكوستاريكا. السؤال رقم ب كان جايب قطعة صغيرة كده وجايب عليها أسئلة. بيقول يختلف معدل الزيادة الطبيعية للسكان من دولة لأخرى. في ضوء هذه العبارة أجب. ما المقصود بالديموغرافيا؟ أيوة، برافو عليكم، هو علم دراسة السكان من حيث 3 حاجات: النمو والتوزيع والتركيب السكاني. طب بما تفسر اختلاف المعدل أو معدل الزيادة الطبيعية من دولة إلى أخرى. أيوة، برافو عليكم، بسبب اختلاف معدل المواليد ومعدل الوفيات. طب في أي تصنيف بالنسبة للدخل الاقتصادي تنتمي دول الخليج العربي ولماذا؟ أيوة، برافو عليكم، صح،
دول الخليج العربي ذات دخل اقتصادي مرتفع. ليه؟ لأنها بتعتمد على استخراج البترول وتصديره وتصنيع مشتقاته. ممتازين والله العظيم. السؤال اللي بعده كان جايب جدول قارن بين شمال كندا وحوض الكونغو من حيث القارة اللي بتنتمي إليها كل واحدة. شمال كندا موجودة في قارة إيه؟ أيوه فعلا أمريكا الشمالية. طب حوض نهر الكونغو؟ ها؟ أيوه قارة أفريقيا. النبات الطبيعي اللي بيطلع في شمال كندا فوق خالص شمال كندا، ها؟ أيوه فعلا حشائش التندرة. طب في حوض الكونغو اللي عند دائرة الاستواء؟ أيوه فعلا غابات استوائية. السلالة النقية اللي موجودة في شمال كندا؟ ها؟ أيوه فعلا الإسكيمو. طيب السلالة النقية اللي في حوض نهر الكونغو؟ ها؟ أيوة فعلا سلالة زنجية قصيرة القامة. ممتازين والله العظيم. هنتنقل بعد كده للتاريخ بتاع محافظة الإسكندرية. وكان أول سؤال بيقول حدد المقصود بكل عبارة مما يأتي. قاد حركة المقاومة ضد نابليون في عكا؟ ها مين؟ أيوة أحمد باشا الجزار. أدرك محمد علي أنها الدعامة الأساسية لتحقيق أهدافه وبناء دولته الحديثة. من غيرها ما كانش يقدر يبني الدولة الحديثة اللي كان بيحلم بيها. ها أيوة فعلا القوة العسكرية. جعل مدة الخدمة العسكرية في مصر سنة واحدة وإجبارية على الجميع. ها أيوة برافو عليكم سعيد باشا. خلعه محمد علي من نقابة الأشراف. ها كان نقيب الأشراف وخلعه ونفاه إلى دمياط سنة 1809. أيوة ممتازين والله عمر مكرم. 5. تحالف مع حاكم جنوب الشام وأخضع الحجاز لنفوذه. ها وأرسل نائبه محمد بيك أبو الدهب لغزو الشام. أيوة برافو عليكم فعلا علي بيك الكبير. السؤال رقم باء. ما النتائج المترتبة على الحملة الإنجليزية عام 1807 بقيادة فريزر؟ ها أيوة فعلا هزيمة الحملة في رشيد والحماد. طب 2. جلاء الحملة مقابل الإفراج عن الأسرى. طب 3. دخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. ما النتائج المترتبة على إصدار الخديوي إسماعيل مرسوم في إبريل عام 1879؟ ها أيوة هنقول تسوية الديون وفقا لما قررته اللائحة الوطنية. فقامت الحكومة الإنجليزية والفرنسية بالضغط على السلطان العثماني فأصدر فرمان بعزله وتولية ابنه الخديوي توفيق. ما النتائج المترتبة على حادثة دنشواي عام 1906؟ ها أيوة ممتازين والله هنقول قدم اللورد كرومر استقالته بعد تنديد مصطفى كامل بالحادثة. طب ما النتائج المترتبة على عدم التزام ديليسيبس بحيادية قناة السويس عام 1882؟ ها أيوة برافو عليكم صح هنقول سمح للإنجليز اجتياح قناة السويس وهزيمة العرابيين. جيم. ماذا كان يحدث إذا لم يتمكن محمد علي من ضم السودان؟ لو محمد علي ما كانش ضم السودان إيه اللي كان هيحصل؟ أيوة فعلا لما امتد النفوذ المصري جنوب السودان وما تم كشف منابع النيل وما تم بناء مدينة الخرطوم عاصمة السودان. يعني النتائج المترتبة على ضم السودان هنعكسها صح ولا غلط؟ غير تصريح 28 فبراير عام 1922 تصريح 28 فبراير 1922 غير العلاقة بين مصر وبريطانيا من احتلال إلى تحالف. ها أيوة الإجابة غلط دي معاهدة 1936 اللي عملها مصطفى باشا النحاس مع الإنجليز. اشترك العمل الطبيعي والبشري طبيعي وبشري في إخفاق الحملة الفرنسية في الصعيد
أيوة طبعا الإجابة صح. العامل الطبيعي اللي هو طول وادي النيل، إنما العامل البشري إن أهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات. 3. تحطم الأسطول العثماني في معركة ديوق البحرية 1509. طبعا الإجابة غلط، ده الأسطول المملوكي. تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وفقا لمؤتمر مونترو عام 1937. ها الإجابة أيوة صح. والله ممتازين، إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، والجميع يدخل ثانوي إن شاء الله. السؤال بقى، أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يلي. أثرت سياسة محمد علي في تشكيل وبناء القوى الاجتماعية في مصر. دول يا شباب من الأسئلة المهمة جدا 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 اللي جت تقريبا في كل الامتحانات. إجابته كالتالي. هتقولوا أولا حيث أدت إلى اختفاء بعض الطبقات، اختفاء بعض الطبقات مثل المماليك كهيئة حاكمة، وحل محلها أفراد من أسرة محمد علي. 2. تضاءل يعني قل نفوذ علماء الأزهر، وظهرت طبقة عمال الصناعة والأعيان، وبعدين ظهر البدو كقوة اجتماعية مستقرة. وجاوبنا كتير جدا جدا في الامتحانات اللي فاتت. طيب السؤال اللي بعده، أيد بالأدلة اتخذ الخديوي توفيق سياسة أدت إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. الخديوي توفيق أول ما تولى الحكم خد مجموعة من الإجراءات زودت من التدخل الأجنبي في شؤون مصر. إيه هي؟ أولا أعاد نظام المراقبة الثنائية اللي كان لغاه الخديوي إسماعيل. رفض اللائحة الأساسية للدستور اللي كان عامله شريف باشا. وضع نفسه تحت تصرف حكومتي إنجلترا وفرنسا بإسناد الوزارة لرياض باشا. السؤال اللي بعده، الحملة الفرنسية أيقظت الروح الوطنية لدى المصريين. الدليل؟ الدليل إن الشعب المصري اتمسك بحقه في الحرية واختيار حاكمه، فاختار الشعب محمد علي واليا على مصر. طب الدليل لم يكن خلفاء محمد علي على نفس شاكلته من حيث القوة والوعي. طبعا هنقول لأنهم لم يثبتوا كفاءة في إدارة شؤون البلاد. صدمتهم الموجة الغربية، تأرجحوا بين الميل بين إنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية. آخر سؤال، ما العلاقة؟ ما العلاقة بين مفاوضات عدلي كيرزون وزير خارجية بريطانيا وتجدد ثورة 19؟ هنقول فشلت مفاوضات عدلي كيرزون مما أدى إلى تجدد ثورة 1919 بعد إلقاء القبض على سعد زغلول ونفيه للمرة الثانية إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. ما العلاقة بين حروب اليونان وتوتر العلاقة بين السلطان العثماني ومحمد علي؟ هنقول بعد هزيمة محمد علي في حروب اليونان اتفاوض محمد علي مع الدول الأوروبية مباشرة دون الرجوع للسلطان العثماني، مما أدى إلى توتر العلاقة بين محمد علي والسلطان العثماني. وبكده يا شباب أكون خلصت المحافظة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في محافظة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.